أهلا بيكم من جديد في البشر والآلات. أنا سيرة، وحلقة النهاردة لكل كاتب، مسوق أو صاحب مشروع. هنفهم الفرق الكبير بين الكتابة الإبداعية والكتابة التسويقية copywriting، وإزاي نستخدم البرومبتات علشان نكتب كلام بيقنع ويوصل. موضوع قوي فعلا. يلا نبدأ بالفرق. إيه الفرق بينهم؟ الكتابة الإبداعية بتركز على التعبير، زي الروايات، الشعر، السيناريوهات، كلها مشاعر وخيال. الهدف تلمس إحساس القارئ. الكتابة التسويقية بتركز على الفعل، زي الإعلانات، وصف المنتجات، البوستات، كل كلمة معمولة علشان تقنع. الهدف تحفز القارئ يتصرف. يعني الإبداع عايز يأثر عليك، لكن الكوبي رايتنج عايز يحركك. بالظبط، وده مش بيمنع إن الكوبي رايتنج يكون إبداعي، بس لازم يكون استراتيجي. الصيغة السحرية لبرومتات الكتابة التسويقية: المنتج أو الخدمة، زائد الجمهور المستهدف، زائد الأسلوب أو النغمة، زائد المنصة أو الشكل، زائد الفايدة الفريدة، زائد الإجراء المطلوب. ودلوقتي برومتات احترافية للكتابة التسويقية. 1. اكتب كابشن انستجرام لبراند عناية بالبشرة نباتي، موجه لجيل زد، النغمة مرحة، أقل من 100 حرف من غير هاشتاجات تقليدية. 2. اكتب وصف قصير لتطبيق مذكرات ذكي بالذكاء الاصطناعي، الإحساس يكون مريح وموثوق، الجمهور محترفين مشغولين. 3. اكتب إعلان جوجل من 3 سطور لمدرب لياقة بدنية عنده تحدي 30 يوم أونلاين، ركز على النتيجة واختمي بCTA واضح. 4. اكتب عنوان رئيسي لصفحة موقع عن مسحوق غسيل صديق للبيئة، الجمهور عائلات حريصة على البيئة، الأسلوب ذكي حنون وواثق. لو بتقول أنا مش كاتب، ما تقلقش، مع برومبت صح كل اللي محتاجه هدف واضح وكام كلمة مفتاحية، والباقي على الذكاء الاصطناعي. وفكري دايماً، الكوبي الصح يساوي واضح، مختصر، ومتمحور حوالين الفايدة، مش بس الوصف. أشوفكم في الحلقة الجاية من البشر والآلات، وافتكر دايماً اكتب علشان توصل، مش بس علشان تبهر.